السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنية طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات القواعد النحوية المضاف إليه صفحة 173. تدريبات الدرس يا شباب، يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نحل التدريبات والواجبات وما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندنا هنا في المضاف إليه، تعالى بص هنا في شويه اسئله كده نحلها بسرعه. بيقول لك في الصفحه اللي قبلها على طول، ارض الوطن غاليه. الوطن هنا هتقول له مضاف اليه، طبعا ارض هنا مضاف والوطن مضاف اليه، ودي طبعا كلمه ايه؟ معرفه فيها الف ولام. طالب العلم دي معرفه فيها الف ولام. كتاب الاضواء دي معرفه فيها الف ولام. يبقى الكلمات اللي تحتها خط دي مالها؟ هتقول له معرفه. طيب كلمه الوطن والعلم والاضواء هتقول له مضاف اليه. الكلمات اللي تحتها خط معرفه ليه؟ لانها فيها الف ولام يا حبايبي. طيب تعال نشوف هنا. بيقول لك حول الكلمات التاليه من نكره المعرفه، يعني هزود لها الف ولام. وطن تبقى الوطن، سماء السماء، قصر القصر، حديقه الحديقه. بيقول لك هنا حدد النكره والمعرفه في الجمله التاليه. فاز الطالب الاول بالجائزه. انت عندك هنا كلمه الطالب وكلمه الاول دي معرفه لان فيها الف ولام ودي فيها الف ولام، اما جائزه دي نكره. خلاص يا حبايبي، حنا صفحة 172. تعال نخش على صفحة 173. بيقول لك هنا اختر الإجابة الصحيحة. انتصر المصريون في حرب أكتوبر. المصريون معرفة عشان فيها ألف ولام. حضر كل الطلاب إلا طالبا. طالبا هنا نكرة. فازت مدرستنا في مسابقة القراءة. هتقول له هنا مدرستنا هنا معرفة عشان فيها ضمير اهيت، وطبعا مدرسة عشان فيها اصلا تاء مربوطة. هي اصل الكلمة مدرسة، وكلمة مدرسة دي فيها تاء مربوطة، اذا هي ايه؟ اسم. اشتريت هدية لصديقي. هتقول له هدية دي نكرة. طيب بيقول لك هنا صنف الكلمات الآتية في الجدول من حيث التعريف والتنكير. طب الاسم النكرة هتقول له سيارة وتلفاز وملاعب. أما المعرفة هتقول له محمود وتلك وهما وملك والغابة. أي كلمة فيها ألف ولام والضمائر والأسماء والمعرف بالإضافة، كل دي اسماء إيه؟ أسماء معرفة. يبقى محمد وتلك وهما وملك الغابة والذين ومنزلك النجوم، ودي كلها حبايبي أسماء معرفة. بيقول لك هنا ضع خط تحت الاسم النكرة، يعني هتحط خط واحد تحت النكرة وخطين تحت المعرفة. طب احنا عارفين المعرفة فيها ألف ولام. تعالى كده. أكلت طفلة التفاحة. طفلة دي نكرة والتفاحة معرفة، يبقى أنا أحط خطين تحت التفاحة عشان هي معرفة والخط واحد عند النكرة. ركب السائح القطار. سائح دي نكرة والقطار معرفة عشان فيها ألف ولام. أكرم سعيد فقيرا. سعيد دي معرفة فيها ايه؟ هنحط هنا ايه؟ خطين كده تحت كلمة سعيدة لأنها معرفة. حديقة المدينة واسعة. حديقة المدينة ديت معرفة عشان معرفة بالإضافة هي، وواسعة دي نكرة. طيب بيقولك أكمل باسم ايه؟ نكرة. هتقول له رانيا تلميذة متفوقة. الكتاب مفيد. هذه قصة شائقة. اشتريت قلما جديدا. يبقى احنا كده حبايبي حطينا اسم نكرة. تعالى هنا بيقولك حط لي اسم معرفة. المعارف اللي هي الاسماء وكمان الضمائر واي كلمه فيها الف ولام. هتقول له عمر ثاني الخلفاء الراشدين. عمر دي هنا علم اهو، معرفه عشان هو علم. طب المجد هو الذي نجح. الذي اسم موصول. حضرت مروه الدرس. مروه هنا معرفه عشان ايه؟ معرفه بعلم، ده اسم. فناء المدرسه واسع. فناء المدرسه واسع. طبعا المدرسه هنا معرفه عشان فيها الف ولام. طيب حدد الاسم المعرفة في الجمل الآتية وبين نوعه. علي تلميذ مجتهد. يبقى علي هنا معرفة وده علم. في الكوخ مصباح صغير. الكوخ هنا معرفة ونوع معرف بقلب عشان فيه ألف ولام. تميز الذي عمل بجد. الذي هنا اسم معرفة ونوعه اسم موصول. بعد دراستك للأسماء النكرة والأسماء المعرفة، ضع دائرة تحت الاسم المخالف للمجموعة التي وضعت فيها مع بيان السبب. ملكة وهؤلاء ومنضدة. له منضدة دي اسم نكرة، أما الباقي معرفة. أسامة دي معرفة والباقي نكرة. عندك كوب ديت اسم نكرة والباقي معرفة عشان فيها ضمائر وأسماء فيها ألف ولام. احنا صفحة 173 ننتقل لصفحة 174. 174 بيقول لك حدد نوع كل مجموعة مما يلي نكرات ولا معارف. طيب هنا هتقول له معارف. هن وأولئك دي ضمائر وأسماء إشارة وأسماء علم، هي أسماء إنسانية دي كلها معارف. الصديق العامل. تلك برضو معارف فيها ألف ولام، وتلك دي اسم إشارة برضو يبقى معرفة. سماء وشاطئ ومعلم كل دي نكرات. اللاتي وأنت ومهند دي معارف عشان فيها ايه؟ ضمائر مخاطب وأسماء موصولة وأعلام. طيب هنا بيقول لك قادت مصر معركة التحرير ببراعة وهي تسعى لتحقيق السلام العادل حتى يعيش المصريون آمنين سعداء. اعراب كلمة معركة. معركة هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة.
اعراب كلمة تحقيق هتقول له اسم مجرور علامة جره الكسرة. اعراب كلمة المصريون هتقول له الواو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. يعيش فعل مضارع، المصريون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. كلمة مصر هتقول له معرفة عشان هي علم طبعا. الثقة بالله من مفاتيح النجاح، كلمة مفاتيح دي نكرة هتقول له لا ده معرفة. طيب اشتريت قصة مفيدة، قصة هنا هتقول له نكرة. حلنا صفحة 174، ننتقل لصفحة 175. بيقول لك هنا يا بطل علق عقب الحرية العبودية. بيقول لك هنا الإنسان الحرية، للإنسان الحرية في أن يتكلم بما يريد، هتقول له ناقصة طبعا المقولة إن كل إنسان له الحق في التكلم بحرية بس بشرط ألا يعصي الله عز وجل ولا يؤذي غيره. طيب أمسك الشرطي اللصوص، هتقول له اللصوصة منصوبة لأنها جمع تكسير. هتقول له هنا انتشر السلام في المجتمعات، اسم مشروع مجري الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. هتقول له هنا الطالبات ومبدعات ومبتدأ وخبر مرفوعين بالضمة لأنهم جمع مؤنث سالم. ذهب الطلاب إلى حديقة الحيوان بالجيزة، ده اسم مجرور على مجريه الكسرة. عواد بالسيارة تؤذي كده يا شباب الهمزة على الواو. الأمهات بتحب الأطفال، الأطفال مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. يهتم المعلم بالطلاب، الطلاب تكتب بهذا الشكل بحرف جر متصل وبيكون فيه هنا الف ولام. كده يا بطل وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي، بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.